السلام عليكم، اهلا وسهلا بكل المتابعين الجمال. يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده عامله فيديو جديد، منتجات مش بتكسب فلوس لكن بيطلع فيها كوبون. انا بصراحه شفته بالصدفه، اشتريت منه قبل كده يعني للولاد، وبيطلع فيه كوبون، والكوبون ده بنروح نغيره من نفس المكان اللي انا اشتريت منه المنتج عباره عن ايه؟ عباره عن لبان. جبت لكم منه 4 علب، العلبة برضو فيها 12 كيس، والكيس ب5 جنيه. بيقول ابحث عن الكوبون، اسمه جوايز. مين قال عايز جوايز؟ يا رب ان شاء الله تكون اجازة سعيدة عليكم كده، وكل سنة وانتم طيبين، عشان كمان العيد داخل علينا. وجبت لكم المنتج الجديد ده، يعني بحاول ان احنا ننوع، عشان عارفة ان انتوا بتحبوا تشوفوا الحاجات الجديدة اللي بتكسب بقى، سواء كانت بتكسب فلوس او بتكسب هدية. نفتح كده مع بعض ونشوف حظنا النهاردة في الكوبونات عامل ازاي. الكيس زي ما انتوا شايفينه كده، العلبة فيها 12 زي ما قلت، وكيس ب5 جنيه، وطبعا بجيب العلبة ب50 جنيه عشان بجيبها جملة. نفتح بقى كده ونشوف هيطلع لنا ايه النهاردة، ان شاء الله كل خير. ده لبان، شوية لبان حلوين كده، تقريبا حوالي 18-20 واحدة كده، وطعمه كويس مش وحش يعني. وبيطلع فيه الكوبون اللي انتوا شايفينه ده بتاع جوايز. طبعا اول واحد حظ سعيد المرة القادمة، ما طلعليش حاجة. هنا كمان حظ سعيد المرة القادمة. طبعا وانا بشتريه يعني، انا لما اشتريته ده كمان حظ سعيد المرة القادمة، عايزة طبعا يعني مش عايزة اطول عليكم في الموضوع بتاع فتح الاكياس ده، عشان خاطر كمان يعني لسه الفيديو طويل، معلش النهاردة شوية. قلت يعني سألت التاجر او اللي انا اشتريت منه، قلت له الكوبونات هتغيرها لي؟ قال لي هغيرها لك طبعا، زي ما هيطلع لك في الكوبون هغيرها لك. انا كنت مجربة يعني كده، اشتريت كذا واحد واللي كسبته صراحة غيره لي، وده اللي خلاني ان انا اتشجع واجيب بقية الكراتين. شخليلة لعبة، اول حاجة كسبتها شخليلة لعبة. طبعا انا هخلي الكوبونات هنا على جنب دلوقتي لحد ما اخلص كل العلب واشوف هيطلع لي ايه، وبعد كده ان شاء الله هروح ابدلها وهوريكم الحاجات اللي انا جبتها وبدلتها. حظ سعيد المرة القادمة، كل واحد زي ما قلت قبل كده وحظه بقى. بس عايزه اقول لكم الولاد بيفرحوا بيه جدا الحاجات دي، يعني عارف انتوا كسبنا بقى حاجة، سواء كسبنا فلوس كسبنا لعبة، الاطفال بتفرح بيها قوي. بازل اشكال لعبة. زي ما قلت لكم انا هخلي كل الكوبونات وبعد كده هروح اغيرها وابدلها يعني. عروسة لعبة، كسبت عروسة لعبة. طبعا يا جماعة بيجيلي دايما كومنتات بتقول بتجيب الحاجات دي منين؟ انا حسب كل واحد في المنطقة اللي هو ساكن فيها بينزل الحاجات دي. انا بشوف الحاجات دي بالصدفة. في حاجات بتبقى منتشرة زي البسكوت العتاولة دوت، وانتشر قوي 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 قوي، وانا بصراحة كنت جايباه من تجار الجملة يعني قبل ما ينزل. بعد كده انتشر في كل حتة، طول ما انا ماشية بلاقيه في السوبر ماركت. فاي حاجة بتنزل جديدة مش بتبقى موجودة، وبعد كده بنلاقيها. يعني دي عربية برق لعبة، بعد كده بنلاقيه يعني منتشر. فممكن يكون علشان خاطر برضو المنتج جديد مش هنلاقيه بسهولة، وبعد كده هتلاقوه منتشر. طيارة فتلة. حاولت اسرع شوية عشان مش عايزة اطول عليكم. ده حظ ايه سعيد المرة القادمة. ده برضو حظ سعيد المرة القادمة. اللي انا مش بقربه ده بيبقى حظ سعيد المرة القادمة، لكن اللي انا بوريه لكم هو ده اللي بيبقى فيه المكسب.
عروسة لعبة. ده كمان مفيهوش حاجة. طبعا كمية اللبان كمية، يعني هنقعد ناكل فيها تقريبا طول السنة. عروسة لعبة برضو. ده مفيهوش حاجة. وده كمان حظ سعيد المرة القادمة. ده مفيش. موتوسيكل فتلة. حظ سعيد. حظ سعيد. احنا اسعد. ده مفيهوش حاجة برضو. حظ سعيد. ده اخر واحد في العلبة دي، برضو حظ سعيد. حصان فتلة. منظار لعبة. عروسة لعبة. منفاخ بالون. منظار لعبة. طلع لي قبل كده. ما متكرر بقى عشان انا جايبة علب. ده ما فيهوش حاجة، ولا ده ولا ده. ده حظ سعيد مرة قادمة. اخر كيس معايا. حظ سعيد المرة القادمة. طبعا ادي اللبان وادي الكوبونات. اللبان ده بيفكرني بالاحجار اللي كنا بنحطها في في السمك، اللي هو في حوض السمك الزينة من تحت. الوانها كلها جميلة الصراحة. ودي كل الكوبونات. هنروح بقى نغير الكوبونات ونجيب الهدايا بتاعتنا، وان شاء الله هفرجكم عليها كلها بإذن الله. طبعا غيرنا الكوبونات وجبنا الهدايا زي ما انتوا شايفين، الهيصة والزنبليطة وكل اللي كان مكتوب. بصراحة انا غيرته. هوريكم بقى لعبة لعبة كده وتقولوا لي طبعا رأيكم ايه في المنتجات الجديدة اللي بنشوفها دي. ده المنظار. انا كسبت 2 منظار. طبعا ده ناخده ونطلع بقى على الايه، على البرج. احنا رحنا البرج خلاص. فطبعا خدنا 2 من ده. وليه عليقة برضو لازم نعملها ونوريكم برضو بكل تفاصيله. الناحية دي بتكبر الصورة، والناحية دي بتبعد الصورة. اهو. كسبنا كمان الطيارة اللعبة دي، الفتلة، اللي هي كان كل ما يطلع لي عربية فتلة وطيارة فتلة وحصان فتلة، هو ده الفتلة بقى. طبعا زعلانة ومش عايزة تمشي ولا عايزة تطير، هي عايزة تمشي على الأرض. خلاص. هي فيها عطل دلوقتي.
كسبنا كمان الشخاليل دي، شخليلة لعبة، كسبنا 2 شخليلة، كل كيس فيه 2. طبعا يا ريتنا ما كسبناها، دي للصداع اللي عايز يصدع يعني، لو كنت اعرف كده كنت قطعنا الكوبون ومخدناهاش. و2 شخليلة برضو تاني اهو، توتة وبوتة. بصوا، هي الهدايا الى حد ما كويسة يعني، مقدرش اقول ان هي مش كويسة. الكيس ب5 جنيه، ويا اما تكسب يا اما ما تكسبش، لكن لو كسبت لعبة زي كده، لعبة بلاستيك يعني كويسة برضو. ده لعبة مطبخ مقطوعة من هنا، مش كويسة قوي يعني، وده بوتاجاز بقى، وهنا حاجات المطبخ يعني. تمام. كسبنا كمان العربية دي من غير فتلة، بتمشي كده بس. دي حلوة برضو، مش وحشة، احنا اللي بنحركها يعني. كسبنا كمان الموتوسيكل الفتلة، شفتوه في الكوبون برضو، ده شغال الحمد لله، مش عطلان زي الطيارة. وكمان الحصان ده حصان فتلة، نظبطه بس كده عشان ايه يمشي الى حد ما كويس، هو بس عايز له زقة تقريبا. اللي اللي راكب فوقيه دوت متقله، مش قادر يمشي بصراحة. ما علينا، هو دايما عايز زقة. كسبنا كمان اللي هو البازل الالوان، اشكال الوان لو تفتكروا في الكوبون، ده اللي خدته بالكوبون بتاع البازل، سمكة بتتفك وبتتركب. حلوة، عجبتني والله، الوانها حلوة، وكمان البلاستيك بتاعها كويس. بحب انا الالعاب اللي فيها افكار يعني. وده المنظار التاني، لان احنا كسبنا منظارين، خلاص شفنا اللي قبل ده. وكمان كسبت سبورة بالقلم بتاعها، طبعا عليها الحروف وعليها الوظائف، وكمان عليها 1 2. حلوة بصراحة، مش وحشة. وده المنفاخ بتاع البلالين، طبعا هو جاي كده ومعاه 3 4 بلالين. طبعا لازم اجربه طبعا واوريكم على كل حاجة على الطبيعة. بينفخ، انا بصراحة قلت هو مش هينفخ ومنظر كده، لكن هو نفخ صراحة البلالين كويس برضو. نقدر نستخدمه طبعا في اي بلالين تانية، مش شرط يعني البلالين دي. عايزاكم تقولولي يا جماعة ايه رأيكم في الهدايا، وايه رأيكم في المنتج الجديد ده. وطبعا العروسة اللعبة بقى العرايس، كسبنا كذا واحدة من العرايس دي، اسم الله يتوت عليكي. نفتح واحدة ونوريها لكم، عروسة بلاستيك كده صغيرة، اخرها في ايد الولاد 2 بالظبط.
وخلاص كده يكون دي كل الالعاب اللي احنا كسبناها. ويا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.